ايه اللي يخلي محمد فؤاد يقول على محمد هنيدي ان ده لو اخر ممثل في الدنيا مش همثل جنبه، مع ان سبب خلافهم اساسا هو بداية نجاح كبير ليهم قوي هما الاتنين في السينما، بس الخناقة الكبيرة اللي ما بينهم ما كانش ليها غير معنى واحد. احكي لك. لا 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 خالص، اقسم بالله العظيم ما في اي حاجه خالص بيني وبين محمد فؤاد. ليه؟ انا خدت هنيدي على عجله عشان جمهوري يشوفه. خلينا متفقين ان انا هتكلم عن محمد فؤاد الممثل مش محمد فؤاد المطرب، لان احنا هنحكي قصة حصلت ومشكلة ما بينه وبين ممثل تاني بسبب فيلم كبير وكان نجاحه وبدايتهم هما الاتنين. محمد فؤاد بيبدأ رحلته مع السينما سنة 93 بفيلم يوم حر جدا، بعد كده بيعمل فيلم امريكا شيكابيكا اللي اكيد انا وانت فاكرين كل اغانيه، بعد كده بيعمل فيلم اسمه القلب وما يعشق، واخر فيلم قبل الفيلم المهم اللي هنتكلم عنه كان فيلم اسمه اشارة مرور نزل سنة 96. بعد كده محمد فؤاد بيعمل فيلم اسمه اسماعيلية رايح جاي وهو اساس المشكلة اللي هنتكلم عنها. بس خلينا نقول نبذة كده عن محمد هنيدي قبل فيلم اسماعيلية رايح جاي كان مين وكان بيمثل جنب مين كمان. رصيد محمد هنيدي مع الجمهور قبل فيلم اسماعيلية رايح جاي كان اكبر من محمد فؤاد بكتير جدا، لانه مش بس مثل مع نجوم كبار قوي زي احمد زكي او عادل امام، او حتى كمان شارك مع نجم بحجم فريد شوقي في مسلسل من اهم المسلسلات المصرية وهو مسلسل البخيل وانا. ده كمان كان في سنة 94 مسرحية اسمها حزمني يا قلبت الدنيا، وكان محمد هنيدي من اهم النجوم اللي شاركوا فيها. اسمه وشكل محمد هنيدي قبل فيلم اسماعيلية رايح جاي كان معروف لكل الناس، لانه شارك في افلام مشهورة جدا مع الناس وناجحة جدا زي فيلم المنسي لعادل امام او فيلم الهروب لاحمد زكي او حتى فيلم سارق الفرح مع شريهان. ولو جينا اتكلمنا على كوميديا محمد هنيدي فزي ما قلت لك ان كان في مسرحية اسمها حزمني يا كانت قلبت الدنيا سنة 94 وقبل نزول فيلم اسماعيلية رايح جاي ب3 سنين. المهم بتيجي سنة 97 وبيتعمل فيلم اسماعيلية رايح جاي وبينزل وبيكسر الدنيا. اسماعيلية رايح جاي هو اللي جه كسر ايرادات السينما المصرية في تاريخها تقريبا، يعني انت زي ما تقول ان اتخنها فيلم كان ممكن يعمل له 7-8 مليون جنيه في السينما، الا ان فيلم اسماعيلية رايح جاي وسنة 97 يعدي ال 15 مليون جنيه ايرادات، وده كان رقم مهول اياميها. الفيلم نجح بمواهب واسامي الفنانين اللي اشتركوا فيه، اذا كان الفنان الكبير حمدي غيث او الفنانة الكبيرة كريمة مختار او حتى الفنان خالد النبوي او الفنانة حنان ترك لحد محمد هنيدي ومحمد فؤاد. ده غير كمان القصة المؤثرة جدا اللي خلت ناس كتير تتعاطف معاها، اللي كانت فكرة محمد فؤاد اصلا واشترك معاه احمد البيه في كتابة السيناريو والحوار. خلينا متفقين ان محمد هنيدي كان هو عنصر الكوميديا في الفيلم، بمعنى ان لو كان في حتى فنانين جنب محمد هنيدي منهم محمد فؤاد نفسه كانوا بيضحكوك، هتلاقي ان هنيدي هو اساس الكوميديا في المشهد نفسه، وده لانه كوميديان الفيلم. وتيجي هنا الصحافة وبعد ما الفيلم بينجح بتوصف الفيلم بوصف انا شايفه منطقي جدا، بتوصف وبتشبه فيلم اسماعيلية رايح جاي بافلام عبد الحليم وعبد السلام النابلسي، ان عبد الحليم كان هو المطرب والرومانسي في الفيلم باغانيه، وعبد السلام النابلسي كان هو القدرة على الاداء التمثيلي والكوميديا في الفيلم، بمعنى ان انت بتخش الفيلم عشان تسمع حليم وتتفرج على عبد السلام النابلسي. لو فكرت فيها هتلاقي ان ده شيء منطقي جدا، لان انت فعلا داخل عشان تسمع محمد فؤاد وعشان تتفرج على محمد هنيدي اللي ده حاجة في مسرحية حزمني يا وفي اعمال تانية كتيرة قبلها. الصحافة بتيجي بعد كده وبتنسب نجاح فيلم اسماعيلية رايح جاي لمحمد هنيدي اكتر من اي حد تاني. هنا محمد فؤاد بيتضايق وبيطلع يقول في كل وسائل الاعلام تقريبا ان هو اللي كان بيكتب مشاهد محمد هنيدي، وانه كمان كان بياخد محمد هنيدي على العجلة قدامه عشان يعرفه لجمهوره. الغريب واللي مش منطقي هنا ان محمد هنيدي كان مشهور جدا اصلا قبل فيلم اسماعيلية رايح جاي، يعني فيلم اسماعيلية رايح جاي مش هو اللي شهره للناس. ولكن خليني منصف في حتة محمد فؤاد دي، محمد فؤاد كان دايما وشه خير على اي فنان بيشترك معاه في اي عمل. يعني عندك مثلا محمد هنيدي بعد اسماعيلية رايح جاي يعمل فيلم صعيدي في الجامعة الامريكية اللي بيكسر الدنيا، وكمان مع احمد حلمي فيلم رحلة حب سنة 2001. بعدها في 2003 احمد حلمي بيصبح بطل فعلا لفيلم من بطولته كان فيلم ميدو مشاكل. نفس الكلام حصل بالظبط مع رامز جلال سنة 2005 وفيلم غاوي حب سنة 2007 يكون اول فيلم بطولة لرامز جلال. فتقدر تقول فعلا ان محمد فؤاد فعلا وشه حلو على فنانين الكوميديا اللي بيشتركوا معاه في الفيلم، لانه بيخرجوا من معاه بيعملوا فيلم بطولة. ولكن ده مش معناه ان الفضل لمحمد فؤاد، ده معناه ان الناس دي كانت موهوبة فعلا، او على الاقل ان الجمهور بجد حبها وجه ميعادها انها تكون بطل مش اكتر. وتيجي هنا نوزن لكل واحد فيهم اذا كان محمد هنيدي ولا محمد فؤاد. محمد هنيدي عمره ما اتكلم بشكل او باخر عن المشكلة دي، ودايما يقول ان كل واحد فينا بيعمل اللي يقدر عليه وربنا بيوفق الجميع. اما محمد فؤاد ولحد النهارده لو طلع في لقاء
اللقاء واتكلم على الموضوع ده هيقول نفس الكلام اللي قاله تقريبا من 25 سنة، وهو انه كان بيكتب مشاهد لمحمد هنيدي عشان يضحك الناس، وكمان كان بياخد من كلامه ويدي لمحمد هنيدي عشان يقول له ضحك انت الناس مش مهم انا. وبعد السنين دي كلها وبرغم حبي الكبير للمطرب محمد فؤاد اكتشفت انه في عالم السينما والتمثيل بيغير جدا على اسمه. يعني لو جاب اي حد معاه يشترك في العمل اللي بيعمله اذا كان سينما او تلفزيون وطلعت الصحافه قالت ان الفنان ده كان افضل من فؤاد في العمل نفسه، محمد فؤاد هيقلب الدنيا لمجرد بس ان اتقال ان الفضل رجع للفنان التاني مش للبطل محمد فؤاد. المهم انتوا قولوا رايكم في اعمال محمد فؤاد السينمائيه، وهل شايفينه فعلا كان مطرب ناجح اكتر من كونه ممثل ناجح للسينما، ولا كنتوا بتحبوا تتفرجوا عليه اكتر؟ وهل سمعتوا عن المشكله اللي كانت قلبالي دماغي زمان دي؟ مستني رايكم في التعليقات، وما تنسوش تعملوا لايك لو ما عملتوش. اشوفكم الفيديو الجاي.